السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، فاز النادي الأهلي على ضيفه الوداد المغربي بنتيجة 2-1 في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا التي أقيمت على استاد القاهرة في مساء اليوم. سجل بيرسي تاو هدف الأهلي الأول في الدقيقة 4، وأضاف كهربا الهدف الثاني في الدقيقة 59، بينما سجل سيف الدين بوهر هدف الوداد الوحيد كبديل في الدقيقة 86. تجرى مباراة العودة في ملعب مركب الخامس في كازابلانكا يوم الأحد المقبل 11 يونيو. للتتويج بالبطولة يحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة، بينما إذا خسر الأهلي بهدفين لهدف في مباراة الإياب فإن المباراة ستتجه لشوطين إضافيين وركلات الترجيح لتحديد بطل البطولة. وإذا خسر الأهلي من 1-0 أو بفارق أكثر من هدف سيتوج الوداد بلقب دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم. نشكركم على حسن المتابعة، نرجو منكم الدعم والاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومتابعة موقعنا أحمد الشريف .com للمزيد من الأخبار الرياضية.